صوته مش رش الشركة كلها ولا يا عرباوي ولا يا عرباوي ولا يا عالفقيناوي ولا يا عرباوي صلي النبي صلي اللي زيه هنا مين ولا الشمال ولا اليمين اللي زيه هنا مين رشوا الشارع ميه يا ستي غرقنا الشارع الناس هتتزحلق في الشارع يا احنا يا ام العريس يا جنينه يا زينب يا ام العريس يا جنينه جبتها من الناحيه دي. اللي انت بتقوليه عقبال عندكم يا جماعه، عقبال عندكم يا جماعة، يعني ربنا يفرح كل الناس يا رب. الفرحة جميلة ما شاء الله والفرحة حلوة، وربنا يفرح قلوبنا كلنا، يفرحنا بولادنا جميعا يا رب. بسم الله ما شاء الله على الحاجات الحلوة اللي معمولة، وكان معانا أحلى شيفات في الدنيا وأحلى حلواني وناس محترمة جدا وشاطرين جدا جدا، وبجد ما شاء الله عليهم، يعني ناس شاطرة ومنظمة كده في حاجتها ومرتبين كده، فاهمين عارفين بيعملوا ايه، ناس شاطرة فعلا، ناس متخصصة بجد. الحاجة كانت جميلة وعاملين حاجات تشرف وحاجات حلوة جدا جدا. عقبالنا جميعا يا رب، ربنا يفرحنا بولادنا. طبعا احنا عندنا بقى في البلد دي عادات وتقاليد طبعا، لازم بتتعمل العريس والعروسة. في ناس بتعمل في البيت طبعا، زمان كنا كلنا بنعمل في بيوتنا على ايدينا، نبعت لجيراننا وننده لاصحابنا وحبايبنا، ونجيب الطبليات بقى والصواني ونقعد نشتغل ونقعد نعمل بقى ايه بايدينا كده، كل واحد ياخد حاجة، ياخد كل حاجة يعملها بإيده كده، ونفضل ايه نساعد بعضنا، وتبقى الفرحة حلوة في البيت لحد ما الدنيا اتطورت. وبقى دلوقتي ممكن نودي الدقيق والسمنة عند الحلواني يعملها، او ممكن بقى دلوقتي يجي البيت. بقى الموضوع سهل جدا والدنيا تقدمت وبقت ايه حلوة وبقت برضو كويسة. وعايزة اقول لكم والله بجد كانوا شاطرين جدا وما شاء الله عليهم زي ما انتم شايفين كده، يعني خفة وشطارة ونظافة وجمال، كل حاجة حلوة بيعملوها بصراحة ربنا. كل حاجة عاملينها حلوة وكل حاجة منظمة وما بياخدوش وقت كتير، وفي نفس الوقت حتى الأتعاب بتاعتهم كانت يعني حاجات بسيطة، ما بياخدوش فلوس كتير بصراحة. وما شاء الله عليهم في الجمال وفي النظافة، وحاجتهم كلها كانت نظيفة وشاطرين. والله الطعم بقى ما اقولكوش. انا طبعا كان لازم اعرف، يعني الرصة بتاعتهم عجبتني جدا، لقيت الصواني شكلها شيك قوي وتشرف كده وشكلها حلو، فقلت لا لازم يا جماعة ايه اصور معاكم كده وقولوا لي الرصة دي بتترص ازاي. شايفين عاملين حاجات حلوة قوي بالكريز. هي دي عجينة البسكويت برضو، ده مش بوتيفور ولا حاجة، هي نفس عجينة البسكويت بس مزوقينها بقى بشطارتهم، وعاملين حاجات بأقل التكلفة وفي نفس الوقت مطلعين حاجات عظمة وحاجات شياكة وحاجات تشرف. وبجد طعم الحاجة كان تحفة، إن كان كحك أو بسكويت، حاجات كانت جميلة بجد. ألف سلام عليك. وكمان بقى إيه حاجتهم مش مكلفة. دلوقتي بقى ممكن يطلب منك يعني ممكن تتفقي معاه بقى يجيب لك هو السمنة، ويوفر عليكي بقى ان انت ايه تختاري نوع سمنه ومش عارف، هم بيبقوا عارفين سمنتهم وحاجتهم. وممكن تجيبي له السمنه بتاعتك لو سمنه بلدي ولا حاجه، طبعا عشان الدنيا برضو غاليه وكده. عايزه اقول لكم بتكلم وبسجل وهي مش ساكته بنتي الصغيره عماله بقى يعني عارفين هاكلها بسنيني. يا بنتي خلينا اسجل ام التسجيل. المهم بقى شايفين بقى الرصه بتاعتهم منظمه وجميله وشيك ازاي، بجد حاجه جميله جدا. نسيتيني كنت بقول ايه. طبعا احنا بقى عشان بنقول السمنه البلدي غاليه وكده، ففي ناس بتحط سمنه بلدي بس، وفي ناس بتحط سمنه بلدي على سمنه اللي هي روابي. هم بصراحه كانوا جايبين سمنه فرن جميله جدا وبرضو حطوا عليها بلدي عشان تبقى دي ودي. فطبعا انا كنت نفسي اصور معاهم وهم بيعجنوا بس ما كنتش موجوده، انا جيت متاخر يعني. فزي ما انتم شايفين بقى بصراحة شاطرين جدا، وبيروحوا اي محافظة وبيروحوا اي مكان وحاجة يعني بيعملوا عظمة كده، حاجة تشرف وطعم جميل وحاجة جميلة بصراحة. وطبعا هسيب لكم برضو الكارت بتاعهم في الفيديو هتشوفوه دلوقتي، واللي عاوز يعني يقول لهم وكده يكلمهم. وبيعملوا برضو اكل فنادق حلو جدا، بيروحوا الافراح يعملوا اكل الفنادق، بيعملوا حاجات مستوى عالي جدا يعني. بس زي ما انتوا بقى شايفين، كنا الاول بقى ايه اللي عندها فرح ولا حاجه كنا بنجيب الكحك والبسكوت ده كنا بنعمله بقى احنا في البيت ونلف مكن ويتهد حيلنا ومش عارف ايه. الفرحه كانت بتبقى حلوه وبنتجمع كلنا، بس بصراحه دول وفروا علينا برضو حاجات كتير. في نفس الوقت مطلعين حاجات جوده حلوه قوي والله يا جماعه. ربنا يا رب يفرح الناس كلها ويسعد الناس كلها يا رب. الناس اللي بره ناس محترمه وناس هنا برضو عسل زي شايفين العسل ما شاء الله عليهم. الصوت هنا مش عارفه بقى كان بيعملوا كل شغال حاجة، ولا ايه، حلويات عشان انا وأكل كنت مطاعم بتكلم وبيعملوا وبسجل في نفس عزومات الوقت. وأفراح
وكل كان حاجة. الفيديو شغال عليه صوت اهو. الكارت بتاعهم اهو. الكارت بتاعهم اهو. الكارت بتاعهم اهو. شايفين بيروحوا اي محافظة في مصر، اي محافظة بيروح. بجد شاطرين جدا جدا ما شاء الله عليهم. وربنا يفرح الناس كلها يا رب، ويتم بخير يا رب على العروسة والعريس. ربنا يسعدهم يا رب، ويسعد كل الناس ويسعد كل الدنيا، ويفرحنا بولادنا يا رب، وربنا يتمم عليهم بخير. وطبعا دي افراح المنوفية يا جماعة. اللي بيقول المنايفة بخل ما بيعملوش حاجة، لايك وشير للفيديو بقى عشان ان شاء الله كده اتابع معاكم تفاصيل الفرح، وانزل لكم فيديوهات حلوة تانية ان شاء الله تعجبكم. وادي الكحك، وكنا عاملين البسكويت، مش احنا يعني، الشيفات المحترمين اللي كانوا موجودين. وده برضو يعني بسكويت بس عاملينه زي البيتيفور كده. وهنا برضو عاملين زي البيتيفور بنفس عجينة البسكويت، نص شوكولاتة ونص من الابيض الكريمة العادية. وطبعا هنا بقى بدأنا نجيب الاكياس ونغلف. وهنا عشان ما فيش بقى بتاع المكنه بتاعت الاسترتش، بقول لكم بقى يلا ما تنسوش تحطوا لايك بقى للفيديو. ما فيش بقى مكنه استرتش، لكن احنا لازم نتصرف، انتوا عارفين ما فيش حاجه بتقف معانا. فبدات ان انا جبت المقص وقلت ايه، بدل ما نحط بقى في اكياس ونوزع في اكياس وتبقى شكلها مش حلو، ففضلنا ان احنا نجيب الاطباق بقى ونجيب الاسترتش دوت ونلفها كده ونقدمها في طبق بيبقى شكله اشيك، وفي نفس الوقت يبقى حلو كده وانت بتوزعيه. وجبنا شوية من الشوكولاتة او شوية من الحلويات اللي هي التوفي والحاجات ديت، وحطيناها برضو مع الاطباق. شوية بسكويت على شوية كحك على شوية حاجات من الكريز اللي هي زي البوتيفور اللي عاملينها ديت، وكام شوكولاتاية او توفاية كده بيبقى شكلها حلو، عشان الحبايب برضو كله ياخد ويتبسط وايه، ونوزع لكل حبايبنا وجيراننا واولادنا. وطبعا هنا الكاسيت بقى كان شغال والرقص شغال، مش قادرة اقول لكم، بس طبعا كان لازم افصل الصوت عشان الايه، وانتوا فاهمين الصوت ما ينفعش بتاع الكاسيت ينزل على القناة. فان شاء الله ربنا يتم لهم على خير يا رب، ويفرح الناس كلها ويفرحنا بولادنا يا رب. نحط بقى كده لكل الحبايب والقرايب، وشايفين الفرحه حلوه كله فرحان وبيزغرط وبيهيص. وقلنا بقى نحط في الاطباق كده زي ما انتم شايفين، عشان ايه نودي بقى لكل حبايبنا واصحابنا وقرايبنا وجيراننا وكده، يعني اللي موجود واللي كان مش موجود وكده يعني. والفرحة حلوة والله يا جماعة. ربنا يفرح الناس كلها يا رب، ويفرحنا بولادنا ويتم لهم يا رب على خير، ويصلح لهم الحال ويسعدهم يا رب. ان شاء الله بقى خليكم متابعيني كده علشان انزل لكم بقى فيديوهات تانية حلوة ان شاء الله. وما تنسونيش بقى باللايك للفيديو وشير، واول مرة تشوفي قناتي او تشوفوا قناتي ما تنسوش بقى تعملوا لنا اشتراك، عشان كل ما انزل فيديو يجيلكوا بيه اشعار لما تعملوا لنا الاشتراك. تمام. وبس قولوا لنا بقى انتوا عندكم من انهي محافظة، وهل عندكم نفس العادات والتقاليد ديت، ولا عندنا احنا بس في المنوفية، ولا ايه بالظبط؟ طبعا كل واحد انا عارفة على حسب امكانياته وكل حاجة، بس يعني احنا عندنا دي عادات وتقاليد بنحب ان احنا نعملها، وربنا يفرح ويسعد كل الناس يا رب. قولوا لي بقى في الكومنتات رأيكم، وهستناكم بقى في الكومنتات، وما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، وان شاء الله اشوفكم على خير. يلا بقى بينا نكمل التطبيل والهيصه بتاعتنا ونغني بالكحك والبسكويت زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله كله كان فرحان ومبسوط. ربنا يسعد كل الناس يا رب. المغني عاوز ينسوني يا جماعه عشان صوته مش